عندنا انهاردة 7 وحوش. مشوا أي 7 دول من أخطر الكائنات اللي ممكن تواجهها على وجه الأرض. كل واحد فيهم عنده سلاح فتاك، وطريقة خاصة في الهجوم، وقوة تخلي حتى الحيوانات المفترسة تفكر 1000 مرة قبل ما تقرب منه. اللي يفاجئك إن بعضهم شكله هادي أو مألوف، لكن في الحقيقة هو قنبلة موقوتة. يا ترى مين فيهم الأكثر خطورة؟ ومين الحيوان اللي لو شفته لازم تهرب فورا؟ خليك معايا لآخر الفيديو، وخلينا نشوف مع بعض مين أخطر 7 حيوانات في العالم. ثعبان التايبان الداخلي. ما بيملكش صوته، لكنه قاتل محترف، بيقدر يفتك بفريسته في ثواني. الثعبان رمز الصمت والموت البطيء. فيه أكثر من 3000 نوع من الثعابين حول العالم فاصلة، منها الصغير اللي يدوب يدخل في جيبك فاصلة، ومنها العملاق زي الأناكوندا اللي يوصل طوله ل9 أمتار فاصلة، ويقدر يبتلع غزال كامل. جلده مميز، بيلمع تحت الشمس فاصلة، وبيغيره بالكامل كل فترة كنوع من التجديد، ولسانه المشقوق مش مجرد شكل مخيف. ده بيشم بيحلل الروائح من حواليه فاصلة، كأنه رادار طبيعي بيقوده لفريسته. بعض الأنواع سامة جدا فاصلة، زي الكوبرا واون التايبان، وسمها يوقف القلب في دقائق. وفيه أنواع تانية مش بتلدغ فاصلة، لكن بيلف حوالين الضحية ويضغط لحد ما تنتهي أنفاسها. الثعبان ما بيجريش ورا فريسته، هو بيستناها، يراقب بصبر فاصلة، ولما تقرب ينقض بسرعة ما تديش فرصة حتى للهرب. في الغابة مفيش إنذار. فرس النهر قبل الضربة، وما في الظاهر شكله مسالم، ضخم وبطيء، بس الحقيقة فرس النهر واحد من أخطر الكائنات على وجه الأرض. وزنه يوصل لأكثر من 3 طن، وأسنان طواحين حجمها أكبر من حجم رأس إنسان. لكن مش بس حجمه هو اللي بيخوف، ده سرعته كمان صادمة، بيقدر يجري على اليابسة بسرعة تفاجئ أي مفترس، وبيعيش أغلب وقته في الميه فاصلة. لكن لو حد قرب من منطقته بيبقى زلزال، بيتحرك، بيفتح فمه الضخم فاصلة، ويقدر يعض تمساح نصين من غير ما يهز راسه. فرس النهر مش بيصطاد. القرش الأبيض في أعماق المحيط بين التيارات الباردة والمياه الزرقاء، بيتحرك بصمت صياد لا يرحم. القرش الأبيض الكبير، المفترس اللي بترتجف أمامه حتى الحيتان. جسمه صلب، انسيابي، مصمم للسرعة والقتل. يوصل طوله ل6 أمتار فاصلة، وأسنانه المسننة تقدر تمزق لحم الفريسة في ثانية واحدة. عنده حاسة شم خارقة فاصلة، يشم الدم من على بعد 3 كيلومتر فاصلة، ويقدر يهاجم من تحت الضحية. النسر. الهجوم ده مش طائر عادي، ده النسر ملك السماء. عنده نظر خارق، يشوف فريسته من على بعد 3 كيلومتر. جناحاته تمتد لأكثر من 2 فاصلة، ولما يفتحهم تفتكر إنك قدام طيارة صغيرة. مخالبه زي الخناجر، ينقض على الفريسة في أقل من ثانية فاصلة، ويطير بها قبل ما تحس إنها كانت عايشا. النسر مش مجرد صياد، ده رمز للقوة والسيطرة فاصلة. يعيش في الجبال، ويتحدى العواصف فاصلة، وما يخافش من أي مخلوق في السماء. في كل طلعة. في العقرب صغير، ساكت، بس سمه قاتل. العقرب يلمع في الظلام، ولسعته تشل الجسم في ثواني. ما يغركش حجمه، ده واحد من أخطر مفترسي الصحراء. الجاموس الأفريقي مفتوحة وسط الشمس الحارقة والعشب الجاف، بيتحرك بهدوء، لكن كل اللي حواليه في حالة ترقب. الجاموس الإفريقي حيوان شكله هادي، بس غضبه نار. يوصل وزنه ل900 كيلو، وطوله يقرب من 3 أمتار فاصلة، وبيمتلك قرنين ضخمين
متحدين في شكل خوذة فاصلة تقدر تكسر بها عظام أي مفترس، حتى الأسد نفسه. القطيع هو سر قوته، ما يتحركش لو أحد، ودايما في جماعات مترابطة فاصلة، ولو واحد منهم أتعرض لهجوم، الباقي يرجع يدافع باستماتة. شافوه بينطح أسد ويرميه في الهواء، والأسد يهرب. الجاموس ما بيبدأش القتال فاصلة، لكنه لو شعر بخطر بينقلب لوحش غاضب، يندفع بسرعة 50 كيلومتر في الساعة فاصلة، وصعب جدا توقفه في طريقه. نظراته دايما لتحت، لكن ما تغركش السكون، كل خطوة محسوبة. الكلاب المصابة بالسعار محسوبة، كل صوت محسوب، ووقت المواجهة شكله ممكن يبان عادي، لكن لو شفت عيونه بتلمع ورغوة على فمه، اهرب فورا. الكلب المسعور مش بيفرق بين صديق وعدو. السعار فيروس قاتل بيضرب المخ.